النهارده انا جاي اشكر الاعلام المصري، الاعلام بتاعنا يعني، اللي هو اساسا بيلف في الشوارع عشان يلاقي الناس تحت الكباري والناس اللي على باب الله ويصوروهم وينشروهم. يا عم انا عايز اقولك، لو انت فيك الخير او عايز تعمل خير مش لازم تصوره، خده ساعده من غير ما تصوره، من غير ما تصوره وتطلع ترند على حسابه، لان ربنا يحاسبك على اللي انت بتعمله ده. واذا كان نيتك فيها الخير يا عم يبقى ربنا يبارك لك في الخير اللي انت بتعمله، بس ليه النشر؟ ليه؟ انت راجل اعلامي معروف وليك علاقاتك، بتليفون منك هتقدر تساعده من غير ما تنشره ومن غير ما تطلع صورته ولا تصوره فيديو وتقعد تشرح عليه والكلام اللي احنا بنشوفه ده. الكلام للإعلاميين المصريين، الناس اللي أهل الخير اللي بيساعدوا الناس في الشوارع أو اللي بينزلوا يلفوا على الناس المحتاجة ويدوهم. طب يا جماعة أنا عايزكم تساعدوا الناس من غير ما تدوهم، من غير ما تصوروهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال اللي بتدي اليمين المفروض الشمال ما تعرفش هي ادت إيه. لكن انتوا كده بتعملوا إيه؟ إيه اللي انتوا بتعملوه ده؟ إيه اللي انتوا بتفضحوهم ولا عايزين تطلعوا ترند على حسابهم؟ ولا انتم واخدين الموضوع سبوبة بقى وكده؟ انا شفت الموضوع ده انتشر كتير على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت دي. كل واحد اعلامي ينزل يصور واحد لا حول ولا قوة الا بالله نايم تحت كوبري، ولا واحدة في قلب طب ليه ده كله؟ طب انت عايز ساعتها ساعتها يا عم من غير ما تصورها، ساعتها من غير ما تصورها يا عم، حتى ربنا يكتب لك الاجر والثواب. يمكن انت بعد ما تفضحها كده انت فاكر، او تصورها انت فاكر كده انت هتاخد اجر وثواب؟ والله اعلم، عشان انا مفتيش، انا مش مفتي. يلا ربنا يهدي الجميع. ما تنساش يا جماعه شيروا الفيديو، شيروه، انا عايزه يوصل لهم، انا عايز كلامي ده يوصل لهم. يمكن